يا صباح الفل. ازيكم يا حبايبي؟ هعمل معاكم النهارده الكيكه اليوميه اللي احنا بنحب ناكلها ساعه العصاري مع كوبايه شاي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ هعملها لكم النهارده بمقادير سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. عاوزاكي تحطي لايك للفيديو لو عجبك، وتشتركوا في قناتي اكلاتي واختراعاتي، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. تعالوا بقى على طول نشوف الوصفة الحلوة دي عملناها ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، قبل ما نبدأ هنصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهحط عليهم كوباية من السكر. هنزل كمان عليهم كوباية من الحليب، ويا ريت يكون المعيار واحد، يعني كوباية واحدة او كوباية، او بتستخدمي كوباية معيارية هي واحدة. تمام. بعد كده هنزل كمان باية من نص على سمنة على نص على زيت، ويا ريت لو هتحطي سمنة تحطي سمنة نوع حلو عشان تخلي الكيكة حلوة، وكمان تحطي زيت نوع نضيف. تمام، مش بتاع التموين يعني، عشان بيغيرش طعم الكيك. حلو الكلام. بعد كده بنضرب الكلام ده بالمضرب الكهربائي شوية كده. بعد كده بنزل عليها 2 باكو من الفانيليا. ماشي، او لو عندك فانيليا سايلة اوكي. هحط هنا بقى 2 باكو من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. تمام، لان هي يعني خليط من كيكه الفانيليا على الشوكولاته. بعد كده حبايبي هضرب بقى لمده كده تقريبا 5 دقايق، بحيث ان انا عايزه القوام بتاعي ده يكون لونه فاتح. تمام. بعد كده هنزل عليهم 2.5 كوباية من الدقيق. تمام، 2.5 كوباية. بعد كده هقلب بقى، يعني هضرب تاني بالمضرب الكهربائي. بعد بنزل معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح. تمام. بعد كده بقلب بالمضرب الكهربائي، وما تقلبيش كتير بالمضرب الكهربائي، يعني يا دوبك بس كده الدقيق يختفي خلاص كده تمام معايا. ما تفضليش بقى تقلبي كده زي ما بتضربي كده في الكريمه، لا، انت بس يا دوبك الدقيق يختفي خلاص. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده يا حبايبي عشان نتأكد ان مفيش دقيق تحت او في الجوانب، بجيب الاسباتيولا بتاعتي وبطلع كده الدقيق اللي تحت او اللي في الجوانب بالشكل ده، بحيث ان انا اتأكد ان خلاص كده الدقيق كله دخل في المكونات. بعد كده بقسم بقى الخليط بتاعي، لان انا هعمل زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو نص شوكولاتة ونص فانيليا. هقسم الخليط واحط معلقتين كبار من الكاكاو. تمام. وطبعا القوام هيتقل، فانا هحط كمان ربع كوباية كده من الحليب. بعد كده بقلب بالمضرب الكهربائي بحيث ان الكاكاو يدخل في الحليب بالشكل ده. بس كده خلاص، احنا كده قسمنا الخليط وعملنا نص الشوكولاته اهو زي ما انتم شايفين. تمام. الخطوه اللي بعد كده بقى يا حبايبي، هجيب صينيه. الصينيه بتاعتي زي ما انت عايزه بقى، صينيه طويله، صينيه مدوره، صينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي صينيه متوفره عندك هتنفع. تمام. اهم حاجه ان انت تبطني الصينيه. تمام. الصينيه بتاعتي دي انا هبطنها بالسمنه، لو عندك زبده يا ريت يعني زبده، لكن ما ينفعش تبطني الصينيه بزيت. لو بطنتي الصينيه بزيت الكيكه هتتلسع معاكي من تحت جامد يعني. فيا ريت التبطينه تبقى بسمنه او بزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببطن بقى الصينيه كلها كده من كل الجوانب بالشكل ده، واتاكد ان هي اتبطنت كويس. بعد كده بجيب الخليط الفانيليا اللي احنا عملناه، بنزل كده شوية منه، شوية مش كله. تمام. بتظبطيها بقى كده، بتظبطيها في الصينية، وبعدين بعد كده بنزل عليها نص الشوكولاتة اللي احنا عملناه، بنزل عليها برضو شوكولاتة. يعني زي ما انتوا شايفين كده بندخلها في بعض، ندخل الفانيليا في الشوكولاتة شوية وشوية، شوية فانيليا وشوية شوكولاتة. تمام. بعد كده بعد ما نزلنا شوية من كيكة الشوكولاتة، بنزل تاني شوية من كيكة الفانيليا بالشكل ده. اخر حاجة خالص بتخلي بقى شوية من كيكة الشوكولاتة، بتحطيها كده وبتقربيها من الدايرة اللي في النص دي، بحيث ان انا عايزاها قريبة كده اهو. بصوا بالشكل ده. بعد كده بتخبطي الصينية كام خبطة كده على الرخامة علشان بتخرجي منها الهواء. لازم تعملي الحكايه دي علشان ما تطلعش مكتومه معاكي. بتكوني قايده الفرن وانت شغاله في الكيكه على درجه حراره 160. تمام. بتدخليها بقى لمده 40 دقيقه، بتطلعيها بتبقى شكلها بالتحفه اللي انت شايفينها دي. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ عايزه اقول لكم بجد تجنن، حاجه كده فوق الخيال. طعمها وريحتها
قلبين الشقة من جمالها، مش هتقاوميها بصراحة. تفطري بقى بيها، تاخديها كده بعد الغدا مع كوباية شاي. هي في كل حالاتها حلوة. شايفين حلوة ازاي؟ عايزة اقولكوا هشة وطرية ومفيهاش غلطة. لازم تجربوا الكيكة دي بطريقتي واعتمدوها يا جماعة. هي دي الكيكة اليومية اللي هتعملوها كل يوم. يعني عاوزين تعملوا بقى كيكة، جربوها بمقادير سهلة وبسيطة ومفيهاش اي مشكلة، تجنن. كنت عملت لكم قبل كده برضو كيكة الفانيليا، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وهسيب لكم برضو الصورة بتاعتها في اخر الفيديو عشان لو عايزين تشوفوها. شايفين حلوة ازاي من جوه وطرية، تجنن تجنن تجنن، جنب كوباية شاي بلبن بقى او كوباية شاي كده خفيفة كده، وبالهنا والشفا. حاجة كده انتي عاملاها في البيت وضمناها. والخروجات في الصيف بتبقى كتير، ممكن تاخديها الحديقة، ممكن تاخديها النادي، ممكن تاخديها البحر. يعني حاجة كده انتي عاملاها وضمناها، وبألف هنا وشفا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. بصوا بقى الشاي، هروح بقى انا اشرب الشاي واكل الكيكة، وانتوا جربوها عشان تعرفوا ان هي حلوة وتاكلوا كده زيي. يلا حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في قناتي اكلاتي واختراعاتي. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم مني كل جديد في قناتي. يلا باي باي، مع السلامة.